الكابتن ابراهيم تاخرت عليه. هل تمتلك الجرأة في انتقاد الكابتن انزاجي مثل ما انتقدت لوران بلان؟ تو الناس لسه انزاجي لسه ما شفنا، تونا الجولة الثانية كاس عالم عظيمة، لسه نشوف الدوري ونشوف شغله. ليش انتقده؟ اليوم لما توصل انت، في ناس تقول لك مدرب دفاعي، مو صحيح. مدرب دفاعي ثيو كانسيلو يروحون بمحاولات تسجيل وصناعة، لا يمكن، قاعد يعاملهم كأجنحة. الكل نشاهده في الهلال هذا العدد، هذا فريق دفاعي، هذا العدد كله داخل منطقة الجزاء، لا تطالع في الأسماء، طالع في دوره داخل أرض الملعب. هل تتوقع أن اللاعبين ما استوعبوا أفكار المدرب إنزاغي حتى الآن؟ لا، ما أعتقد، لأن هي الفكرة الواضحة الرئيسية، العب ال4-3-3، ينزل نفز يرجع ليبرو، تتحول لل3-5-2، مالكم يروح مع نونز، محفوظة مفهومة. ولكن نادي القادسية من الأندية المحترمة، واليوم طوال 90 دقيقة هم اللي صعبوا الموضوع على الكابتن إنزاغي. في سؤال ثاني كان؟ لا، لوران بلان. لا، لوران بلان ليش؟ ايه طنشت لا يعلم الله، لا والله نسيتها، لا والله نسيتها، بس لوران بلان امشيها. اوكي، بحسن الظن. اوكي انا اثنين احسن فيهم الظن، انت وعبد الله فلاته. الله يجزاك خير، يستاهل ابو احمد، يستاهل ابو احمد. عند الله تجتمع الخصوم. لا، لوران بلان له سنه مع نادي الاتحاد، انا مو شايف صدقني في فكره قاعد يشتغل عليها لوران بلان في نادي الاتحاد. انا لما اتابع الاتحاد ما استمتع كره قدم حقيقي، استمتع الكره مع بنزيما يلعب مع عوار، مع بلجوي، مع سرعات ديابي، لكن كوره داخل ارض الملعب الاتحاد، هو بطل دوري وبطل ما يهم، ترى ممكن يجيب الدوري السنه هذه، بس انا كمحلل هنا اشوف الاتحاد متى ما كان مميز راح اقول لك مميز، وهذا اللي دائما اطمح انه دائما الاتحاد يقدم كره قدم مميزه. طيب في سؤال كمان شطفته يعني. لا صدقني، الخليج قال لك ايش رايك في اجانب الخليج؟ يستاهل. عجزت ارجع لك، يلا اي والله رجع لي. لا يستاهل. شوف، الخليج لا تضغطه، ارجو من هذا الشخص لا يضغط نادي الخليج، اللي قاعد يقدمونه امر ايجابي. لو ترجع للمواسم الماضيه تجد نادي الخليج دائما يبدا موسمه بطريقه مميزه. اليوم جوشوا كينج من المهاجمين اللي قاعد ينافس على صداره الهدافين، وهذه المباراه الثانيه على التوالي يسجل. اليوم باولو فرنانديز يدخل الدقيقه 72 مكان صالح العمري ويسجل هدف. لما اللاعب في دكه البدلاء ينزل يضع لك بصمه، امر مميز جدا. كوستاس لاعب محترم داخل ارض الملعب ويمتلك شخصيه قويه جدا. الحارس انتوني والبناء من الخلف مميز فيه، ودونس دائما، دونس من ايام الهلال يحب يبني كورته من الخلف. نادي الخليج من الانديه لا زلت اقول المحترمه، مش الانديه المنافسه على تحقيق لقب الدوري في هذا العام.